لن تصلكم حبة قمح واحدة. هذا القرار اتخذه سيد اليمامة ثمامة بن أثال رضي الله عنه، وهو أول من دخل مكة المكرمة ملبيا جهرا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما أقبلت عليه قريش تريد أن تعرف من هذا الذي يلبي جهرا دون خوف وتردد، اكتشفوا أنه سيد اليمامة. قال لهم: والله لن تصلكم حبة قمح واحدة حتى تتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. أطبق عليهم هذا الحصار، حصار اقتصادي مميز في ذلك الزمن العجيب. إذا بقريش تكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إنك لتصل الرحم، وإن ثمامة بن أثال قد أضر بنا. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد ملئ قلبه رحمة وفضلا يكتب إلى ثمامة: امض إليهم بميرتهم ومؤونتهم، وكشف عنهم هذا الحصار. فلا تقل المقاطعة لن تجدي نفعها، بلى، المقاطعة واجب وضرورة وضغط اقتصادي على أعداء الله تعالى.